لا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. هقولك في 3 دقايق ازاي تختار امكانيات اللابتوب المناسبة ليك. اول حاجة هتستخدمه في ايه؟ انت طالب ومحتاجه في شغل دراسة خفيف، يعني برامج اوفيس وبرامج خفيفة، شغل عادي يعني مفهوش برامج كبيرة، يبقى هي دي الامكانيات المناسبة. أو لو أنت محتاجه في التصميم والجرافيك والألعاب القوية، يبقى هي دي الإمكانيات المناسبة. ناخد بالنا من المساحة التخزينية، الهارد. هنا بستخدم الهارد اللي هو ال HDD بمساحة 500 جيجا، لكن لو انت هتحمل على الهارد ده أفلام كتير وفيديوهات كتير، يبقى خليك في ال1000 جيجا اللي هو ال1 تيرا. بالنسبة لهنا بقى، فانت هتستخدم الهارد ال SSD، ده هارد بتقنية أعلى من ال HDD، بيديك سرعة أعلى وأداء أقوى. فبتجيب هارد 500 ده بتنزل عليه نسخة الويندوز، وبتجيب هارد تاني HDD مساحته 1 تيرا، ده للتخزينات، الملفات والألعاب والفيديوهات والحاجات دي. طيب ليه أنا بجيب هاردين، هارد SSD وهارد HDD؟ طبعا الأفضل إن أنا أجيب هارد SSD بس بمساحة عالية، ولكن الهارد SSD ده غالي جدا، عشان كده أنا بجيبه بس لنسخة الويندوز، والتخزينات بجيب لها هارد HDD. يعني أنت ممكن تجيب هارد واحد SSD مساحته 1 تيرا، ولكن هتلاقيه اغلى شويه. بتلاقي عندك هنا برضو مثلا في البروسيسور كاتب لك نوعين، دول شركات مختلفه، ده انتل وده AMD، دول شركات مختلفه، ممكن تختار ما بينهم. الانتل بيبقى اغلى من AMD، ولكن في الاداء الفرق بسيط. هنا بتلاقي كارت الشاشة الانفيديا ده كارت قوي جدا للألعاب وبرامج الجرافيك والتصميمات، طبعا الإمكانيات دي هتلاقيها غالية. بالنسبة للعلامة التجارية، يعني الجهاز اللي أنا هجيبه ماركته إيه؟ في عندي ال HP والديل. بالنسبة للبي سي لو أنا بجيب ديسكتوب فبجيب ديل أو HP. بالنسبة لللابتوبات بجيب HP أو ديل أو توشيبا، ال3 في المقدمة. بس كده وشكرا. لو ليك أي سؤال أو أي استفسار سيبهولي في صندوق الوصف تحت الفيديو.